مرحبا بكم مجددا على قناتكم اللي ديليز دي بالاندالوز. اليوم كنقترح لكم وصفه اولا حلوه اللي غادي تدخل في اطار التحضيرات للعيد السعيد. غادي نحضروها بثلاثه المكونات فقط. هي حلوه بارده ما كتحتاجش الفران وكتحضر في وقت وجيز. غادي نطوشها عليكم بزاف، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. لهاد الوصفه غادي نحتاجو هنايا تقريبا عندي هنايا 350 غرام ديال هاد البسكويت، كلشي كيعرفوا ما يعادل 4 ديال العلاب. ثم هنا عندنا الحليب المركز المحلى غنستعملوه على حساب طبيعه الحال الخليط. وهنا عندي 150 غرام ديال جوز الهند ولا نواد كوكو، غادي نطحنوه باش نحصلوا على غبره. كذلك الشأن بالنسبه للبسكويت حتى هو غادي نطحنوه. دونك غادي نطحن هادشي كله ونتلاقى بكم بعد ذلك لتتمه الوصفه. من بعد ما طحنا داك الصابلي ديالنا، شوفوا كيولي معاي غبره ناعمه. لابد نديروه هكا غبره تكون بحال هاد الطريقه هادي. ثم هنا عندنا هذاك لانواد كوكو حتى هو طحنته حتى ولا هكا بحال الغبره باش كيسهلنا العمل، كنبقاوش تعذبوا معاه بزاف ملي كنجيو نشكلوه. دابا غادي ندوز باش نضيفوا الحليب المركز المحلى. غادي نبدا بالصابلي. غادي نضيفوا الحليب المركز المحلى كما قلت في الاول على حساب الخليط. غادي نديروا المعلقه الاولى، نضيف الملعقه الثانيه ونخلط ونشوف واش غادي يتجمع لي الخليط ولا لا. كنظن هنايا غادي نضطر انني نزيد الملعقه الثالثه ونشوف واش العجين ديالي غادي يتجمع ولا لا. دونك هنايا درنا في داك البسكويت مطحون اللي درنا فيه 3 ديال المعالق كبار. نتوما شوفوا معايا لحد الان راه مازال ما قدرناش اننا نحصلوا على عجينه متماسكه نقدروا نشكلوها بسهوله. مازال غادي نزيد الحليب المركز المحلى. المهم كتبقاو كتزيدوا حتى كتقدروا ان العجين ديالكم تقدروا تجمعوها. مازال غادي نزيد. هنايا حنا وصلنا الملعقه الرابعه والملعقه كبيره. واحد الملاحظه بالنسبه للحليب المركز المحلى، راه سبق لي انني وضعت فيديو لكم تصوبوه في الدار الا ما تشريوه من الخارج الا بغيتيو. وبالنسبه للاستعمال ديال الحليب المركز المحلى في هذه الوصفه كنفضل لانه كيخلينا اننا نحتفظوا بهذه الحلوه مده طويله وما كيفسدش. الا درنا له شي مكون اخر يمكن له يفسد بسهوله وبسرعه. دونك مازال غنزيد الملعقه الخامسه في هذا الخليط ديالي باش يتجمع لي ونتلاقى بكم بعد ذلك. البسكوي ديالي جمعته بنستلي اولا الحليب المركز المحلى. وضعت هنايا 7 ديال المعالق، غادي نكتبوا لكم في صندوق الوصف غادي يبان لكم كلشي. هانتوما شوفوا كيفاش كنا نحصلوا عجين ملساء كنقدروا نشكلوها بسهوله. فوالا هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه. دابا غادي ندوزو باش غادي نصوبوا لا نواد كوكو ولا جوز الهند بنفس الطريقه. غادي نبقاو كنضيفوا له الحليب المركز المحلى حتى كنحصلوا حتى هو على عجين. كنديروا الملعقه الاولى ثم كنضيفوا الملعقه الثانيه وكنحركوا هكذا مزيان بالملعقه حتى كنحصلوا على عجين متماسك. انا غادي نبقى تنخدم بهذه الطريقه حتى نجمع العجين ديالي ونتلاقى بكم بعد ذلك. لانواد كوكو ديالنا ولا العجين ولات واجده. زدت فيها 3 ديال المعالق بالضبط ديال نستلي، ما بيناتهم بجوج خدينا 10 ديال المعالق. داك العلبه اللي عطيتكم ولا داك المقادير اللي عطيتكم العلبه راه كافيهم، كيبقى شويه منها. بالنسبه للخليط ها نتوما شوفوا معايا هاد لانواد كوكو كي كتولي العجين ديالها ملساء ورطبه. ثم بالنسبه لهاد العجين الاول عندكم خصكم لابد ديروه في البلاستيك غذائي باش ما كينشفش. كيخصو لابد باش كيبقى طيع ولينين بحال هكذا. من بعد ما العجين ديالنا صبح جاهز ديال الصابلي وديال جوز الهند غادي ناخذو دابا باش غادي نشكلوهم. شوفوا معايا هذه راني قسمتها على جوج، خليت هذه في البلاستيك غذائي لابد. دابا غادي ندوزو باش غادي
نشكلوا الحلوه ديالنا. كنديروا كويرات بحال هكذا، ثم كنحليوهم هكا ما بين يدينا. سهله. كناخذوا شويه ديال جوز الهند. كلكم ديروا كويرات توجدوهم من هنا وكويرات ديال جوز الهند باش ما نخلطوش العجين في يدينا. انا هنا يلا كنوريكم الطريقه، ومن بعد عاد يمكن لكم تجمعوا. كنديروا هاد الكويره هنايا عندنا، كنزيدو نغطيوها شويه من الفوق. المهم خصها تكون داك جوز الهند يبقى لداخل. عندكم الاختيار ما بين هاد الشكل هذا راه كيجي رائع. عندكم هذا ولا عندكم هذا ولا عندكم شي شكل اخر ديروه. كنقبطوه كنديروا فيه غير واحد شويه ديال الزيت غير باش كيعاوننا باش كيزول بسهوله. انا غادي نجرب لكم، هانتوما نجرب لكم هذاك لي طويل تيجي روعه، تيجي غزال. كندخلوه هنايا في الجنيبات باش كياخذ داك الرسوم ولا الشكل اللي كاين. يمكن لكم الا بغيتو ديروا الزيت ديروا سكر كلاصي. من بعد كنخرجوا، اما كنضربوا عليه هكذا يا اما كنخرجوه بيدينا، راه كيخرج بسهوله بطبيعه الحال. كنخرجوه بحذر باش ما كنكرفسوش الشكل ديالو. ها هو داك تيجي روعه. غادي نعاود معكم واحد الشكل اخر. كناخذوا شويه ديال العجين ديال الصابلي، كندوروا بين يدينا هكذا، كنبركوا عليه هكذا، كنديروا كويره في الوسط ديال جوز الهند. كره كتبقى الحجم ديالها على حسب الذوق ديالكم. نديروها في الوسط، كنغلقوا عليها الصابلي. كنضيفوا شويه ديال العجين هنا في الوسط اذا اقتضى الامر باش نخبعوا. خصنا داك لانوا د كوكو تكون كلها داخله لداخل، متكونش باينه. كنبقاو هكذا، ثم كنوضعوا العجين ديالنا في هذا القالب، كنبركوا عليها مزيان باش كتاخذ الرسوم كلها. ومن بعد كنسحبوها، اما كنضربوا عليها هكذا راه كتبدا كتخرج تتعاوننا، يا اما كناخذوها بيدينا كتخرج بسهوله. فوالا هانتوما الشكيلات هادو. دونك انا غادي نبقى مكمله هاد النوع هذا شكيل بحال هكذا، ونتلاقى بكم بعد ذلك. من بعد ما شكلت النص في العجين سواء ديال الصابلي ولا ديال النواد كوكو، بقى لي نص ثاني غادي نصوبو بواحد الشكل اخر. هنا غادي نضيفو هاد المنكه ديال الفراوله مع هاد لانواد كوكو. العقده ديالنا ديال جوز الهند اصبحت جاهزه. درت لها الا داك المعلقه الصغيره اللي درت امام الكاميرا ما زدتهاش باش تخلي لنا هاد اللوين كيكون بحال هكذا غوز ماشي حمر بزاف. هنايا هذاك العجين ديال الصابلي كما كنقول لكم لابد نديروه في بلاستيك غذائي. تنديروه دابا هكا وغادي نطلقوا بالمدلك. هنايا العجين ديالي هانتوما شوفوها كتولي على هذا السمك هذا. كنقبض سكين باش نحصل على مستطيل، كنقطع بهذه الطريقه هذه باش كنقاد الجناب. ثم هنايا في الوسط اش كندير، كنجيب داك العقده ديالي ديال جوز الهند وكنكون منها قضبان. وضعنا هاد القضيب ديال لانواد كوكو وكندورو هنايا العجينه ديالنا بحذر شويه. وكنحاولوا اننا نزيرو باش العجين لفنا مزيان داك لانواد كوكو. كنبركو عليه هكا باش يلصقوا مزيان باش نجيو نقطعو تكون التقطيعه نهائيه نقيه زوينه. الغوليت ديالي من بعد ما خرجته من الثلاجه انا ما خليتوش بزاف تيقصح بزاف. نتوما اللي عندكم الوقت خليوه. فوالا
غادي ندوز دابا باش غادي نقطعو. نوري لكم كي غادي يجي. بسم الله. ها هو داك تيجي رائع رائع غزال. دونك انا غادي نستمر كنقطع هاد الدويورات ديالي بنفس الطريقه، ونتلاقى بكم بعد ذلك. وصلنا النتيجه النهائيه لوصفه اليوم. هانتوما شوفوا معايا الشكل ديال الحلوه اليوم كيجي هائل رائع، وخاصه ملي كنعرفوا ان المكونات ديالو بسيطه، 3 ديال المكونات قدرنا نحصلوا بهم على كميه وفيره وكبيره. هذا البلاطو عندي مازال تقريبا النص ديالو مازال ما وضعتوش لانه لا داعي لذلك. كنتمنى ان الاقتراح ديال اليوم غادي يعجبكم، انكم غادي تحضروه في العيد المبارك ان شاء الله بحول الله، تستقبلوا به وليداتكم والعائله. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تردوش في الانخراط في قناه لديليز ذهب على اندلس، ذلك عبر الضغط على الزر الاحمر اسفل الشاشه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اقتراح اخر اقول لكم دمتم في رعايه الله.